2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. السلام عليكم. جميع الأمراض عندها الدواء ديالها اللي يقضي عليها أو على الأقل يقلل من الألم ديالها، وفي أغلب الحالات كيسكنها، ويجازي الله المريض جزاء حسنا على تحمله وصبره على هذا المرض، لأنه بلاء من عند الله. إلا مرض الكاذب، فالمصاب بهذا المرض الله يحفظنا ويحفظكم يعتبر عند الله كذابا إلى يوم القيامة فيحاسبه عليه. ربما هكذا سيكون مصير هذا القوم الكذابين على أنفسهم ويصدقون ما يقولونه وهم يعلمون أنه كاذب. الجزائر تفضح كواليس لعبة البريكس التي باتت محور لعبات بعض الأجندات الخبيثة وإن لم تكن جديدة. جريدة المجاهدة الحكومية الجزائرية تكشف للعلن خبايا المعادلة التي كانت دويلة خليجية طرفا فيها في محاولة للضغط على الدول الأعضاء لإدارة ظهرها للجزائر، معطيات جعلت من المجموعة الاقتصادية البريكس تفقد مصداقيتها، ما جعل الجزائر تعلن عبر وسائل الإعلام الرسمية طي ملف الانضمام نهائيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ودائما فيما يخص جيران هوك، أنا ما كنجبدهم إلا إذا حشروا بلادي المغرب في موضوع لا دخل لها فيه. واليوم اتهموا المغرب والإمارات على أنهما هما اللي ضغطوا على الهند، واسمع، هما اللي ضغطوا على الهند باش تمنع الجزائر مرة أخرى من الانضمام إلى البريكس. رئيس تبون كان قد حسم هذه النقطة قبيل عام في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، قال على أن الجزائر طوت ملف البريكس بصفة نهائية. لماذا عادت هذه الإشاعات وهذه الأقاويل في هذه الفترة بالذات؟ احنا اليوم لما نشوفوا بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة فيه شيء إيجابي قمنا به، لكن اليوم لما نشوفوا هذه الإشاعات، اليوم سيد الإشاعات هذه ربما تكون إيجابية وربما تكون سلبية، ربما هي عبارة عن إشاعات من أجل تحريك الجزائر اللي بيطلب من جديد للانضمام الى منظمه البريكس. وبالتالي نقولها بكل صريح عباره من منظوري انا، حتى ولو قدمت الجزائر طلب ستحظى بالرفض، لان هناك دوافع سياسيه محضه، ما فيش دوافع اقتصاديه. كل شيء في خبره بان دوله هوك الراشيه كانت دفعت مليار دولار ونص كرشوه لبنك البريكس وسمتها هي ديك الساعات مساهمه. هذا الشيء كله كان في الوقت اللي تبون وعد الشعب ديالو المغبون بأن الجزائر صافي مقبولة في البريكس، أو كانوا عوالين على ذاك مليار ونص اللي دفعوا، لأن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا وعدتها. المنصرم مجموعة البريكس في جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا هي التي طلبت أو دعت الجزائر للحضور. وعندما كما تعلمون هناك طلب للحضور فقط. لما حضرت أكثر من 30 دولة في جوهانسبورغ، هذه المجموعة بالنسبة لمجموعة البريكس اختاروا عدد معين من الدول. لما الجزائر سمعت أنها لم يتم استدعائها، فمباشرة السيد رئيس الجمهورية طوى الملف نهائيا. وجاءت الأخبار السارة واحدة تلو الأخرى. الجزائر أصبحت ثالث أقوى اقتصاد في إفريقيا. البلاد تصل للاكتفاء الذاتي. عبد المجيد تبون يحرج القوى الغربية ويرفض الإملاءات. وآخر الأخبار: الجزائر تنضم لبنك التنمية التابع للبريكس بشكل رسمي. ما هي الفوائد التي ستحققها البلاد الآن بعد هذا القرار التاريخي؟ ولماذا اختيرت الجزائر بالتحديد من بين أكثر من 40 دولة حول العالم قدمت طلباتها؟ وحتى نفهم القضية كما ينبغي، الجزائر هي صاحبة الفكرة نتاع عالم متعدد الأقطاب. لا تريد الجزائر أن يكون هناك قطبين، وأن الجزائر ربما تنتقل من قطب إلى قطب. الجزائر هي صاحبة الفكرة، صاحبة فكرة تعدد الأقطاب. وأنا أعتقد رسميا أن الجزائر لها المخطط به. ما هو المخطط به؟ معناتها سوف تريد أن تنشئ قطبها الخاص، قطبها وما يسمى بمجموعة 77، فكرتها السابقة. لكن الصدمة كانت قوية. دابا ملي عرفوا بأن البريكس غادي يعاود يجتمعوا
سبقات هي البروباغندا ديالها وتهجموا على البريكس كما ستسمعون في هذه الفيديو، وما خلاو فيها غير اللي نساو، لان العاده ديالهم هي هذه الله يحفظ، دائما كيدفعوا رشاوي ويلحسوا في الرجلين، ملي كيخسروا كيتقلبوا ويبداو في الشتم لانهم لا اخلاق لديهم. لما نرى اليوم ان البريكس يعني لم يقبل انضمام الجزائر لهذه المنظمه، نظن لاعتبارات سياسيه. نعم. اكيد، وشريطه المجاهد كانت واضحه في مقالها الدقيق، يعني قريته. لما تكون مؤسسه عباره عن مؤسسه اقتصاديه في ظل تطورات دوليه، في ظل تغيرات يعني يشهده العالم، هذه المرحله لم نسمع لها اي صوت. انا نظن بان البريكس سقط في الماء وازال القناع. نعم. لان اليوم تم رفض الجزائر لاعتبارات سياسيه، ولن تتنازل الجزائر ابدا على مبدأها في تقرير دول مصيرها، ولن تتنازل الجزائر ابدا عن عدم التدخل في سياستها الداخليه. هذه الاعتبارات سيدي الكريم، لان مواقف الجزائر ثابته، لن تغير الجزائر ولن تتدخل الجزائر في الشؤون الداخليه لاي دوله، بل نادت الجزائر لحريه استقلال بعض الدول التي ما زالت مستعمره اليوم، نادت الجزائر للامن والسلم الدولي الذي يناديه في بنود دوليه منظمه الامم المتحده والهيئه الامميه. ولكن لما نشوف موقف الجزائر ثابت اتجاه القضيه الفلسطينيه سيدي، هذه ايضا اعتبارات سياسيه. لكن جاء الرد بالزربه، الهند ترفض انضمامها للبريكس وتقصيها حتى من الحضور. هذا الشيء خلق غصه في قلب جميع الجزائريين، وبدات الجرائد والقنوات ديالهم كتسب في الهند والامارات والمغرب، وداروا ندوات واجتماعات الامن والمخابرات، وطلقوا السلوكيه هي القنوات باش يبردوا على قلوبهم، وجابوا متحللين لا يعرفون في التحليل الا السباب والكذب وتصديق ارقام كاذبه ومزوره كالانتخابات ادلى لهم بها تبون. الكريم الذي يشاهد الآن، ما هي هذه الاعتبارات السياسية التي كانت وراء إقصاء الجزائر من انضمام الاعتبارات السياسية أن الدولة التي تتكلم عنها صحيفة المجاهد هي دولة الهند. نعم سيدي الكريم، اسمح، احنا الجزائر تتناهج سياسة النفس الطويل. نعم. الجزائر حكيمة في قراراتها. اليوم لما نرى يعني دولة شقيقة تتآمر مع بعض نقول مع دولة نعم. جارة من أجل مساس بالأمن، الأمن والاستقرار اليوم اللي احنا عايشين فيه ماهوش بالامر سهل. نعم. سيدي، ونتيجته راح يكون الاقتصاد لما يكون الدوله مستقره امنيا، مستقره داخليا، بالتالي على الصعيد الدولي الاقتصادي راح تواصل مشوارها. الجزائر حققت قفزه نوعيه اليوم 1.4 سيدي، ماهوش امر يعني لما نشوف صندوق نقد دولي نعم. يشيد بما قدمته الجزائر شيء عظيم. جميع الامراض عندها الدواء ديالها الا مرض الكاذب، فالمصاب بهذا المرض الله يحفظنا ويحفظكم يعتبر عند الله كذابا. ان الجزائر ترفض دائما نعم. اليوم وغدا وبعد غدا ما يحدث في فلسطين. الجزائر تعترف بأن المجلس الأمن الدولي يجب أن يقوم على ما بني عليه، ولكن ليست شعارات فقط. مرارا وتكرارا الدولة الجزائرية ثابتة في موقفها تجاه فلسطين وما يقوم به الكيان الصهيوني الغاشم من قتل. أين هو دور البريكس وما يشابه البريكس؟ يا شير ديما تشر خلق الله، واش المرة الأولى اللي رفضتكم البريكس كان فيها المغرب أو الإمارات؟ لا، ما كانوش. لكن كان تما لافروف الروسي حفظه الله اللي قال لكم انتم لا وزن لا هيبه لا امانه ولا قيمه عندكم. علاش ما جاوبتوش لافروف يا جبناء او لا جبناء؟ جريدة المجاهد الحكومية الجزائرية تكشف للعلن خبايا المعادلة التي كانت دويلة خليجية طرفا فيها. ما عرفتش علاش وصفتوا الامارات بدويله صغيره. راه هذا المرض اللي فيكم ديال احتقار الدول واحتقار الناس هو اللي خلاكم ديما اللور. تظنوا راسكم انتم اقوى الناس، لكن العكس هو الصحيح. جهله اميين حقودين ومحسادين وضعاف وخوافه، ما تربحوا ما تخليوا اللي يربح. المهم نسمعكم. دويلة الامارات ارضها صغيرة الحجم لكن كبيرة الخيرات والرجال ذو العهد والامان والصدق والامانة. دولة الامارات مساحة ارضها في ملكها ولا توجد فيها ارض مضافة. اما في الجزائر الفرنسية لانها ما زالت في اسم فرنسا فأرضها أضيفت لها أراضي ليست لها، سرقت من طرف فرنسا أيام الاستعمار من الدول المجاورة كالمغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، النيجر ومالي، وربما دول أخرى في الساحل.
ولو استرجعت هذه الدول أراضيها لأصبحت مساحة أرضكم قرية وليست قارة يا كراغلة. والاقتصاد ديالكم يا أخي يا بنو كرغل عمره ما يدخلكم لشي منتدى اقتصادي إذا ما كانش فيكم الثقة والوفاء بالعهد والأمانة. والعجب هو هاد المتحللين هادو اللي قال لك البريكس هي اللي محتاجة الجزائر وليست الجزائر هي اللي محتاجة البريكس، كما قالوا على الرياضة نهار اللي تقصى وقال لك الكاف هي اللي محتاجة الجزائر وليس العكس، قالوها في الألعاب الأولمبية الفرنسية، وديما هذا هو حالهم ساكن. نحن نتكلم عن دولة الهند راعت المصالح التافهة والضيقة بعيدا عن الصرامة الاقتصادية التي تدعيها منظمة البريكس الاقتصادية. يعني كما وضح زميل هناك في الاستديو، يعني هذه القضية كما ينبغي أن يعني بالنسبة لمجموعة البريكس هي التي فقدت الجزائر، يعني فقدت عضو كبير وعضو مؤثر جدا. وعلاش دابا هذا البكاو العويل والشهيق ديال هاد المتحللين وشتم للناس؟ إلا قلتوا بأن تبونطوا الملف ايوا صافي، علاش هذا الصداع كامل؟ صافي تسناو حتى تعيط عليكم الأمم المتحدة باش ترغبكم تشاركوا في البريكس. يا قوم تبع فيكم غير الهضره والصداع والكذوب. يلا سير. وخيبة أمل جاءت نتيجة رفض الانضمام لتكتل البريكس. خبر نشر في عام 2023 لم يصدقه حتى أكثر المتشائمين.